السلام عليكم متتبعي قناة كوثر للاستفادة. مرحبا بكم عندي في القناة ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الصابلي اللي كيجي زوين بزاف، يعني المذاق ديال الشكلاط والكركاع اللي كيجي على هذا الشكل. الطريقه ديالو سهله وتيجي واحد الصابلي اللي مقرمش وناجح بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في تحضير الصابلي. فقط شاهدوا هذا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنايا 125 غرام ديال الزبده، اي زبده عندكم حيوانيه او نباتيه. انا استعملت هنايا زبده لذة، قسمتها على جوج، هي فيها 250 غرام، قسمت انا درت 125 غرام. كاس ديال سنيده سكر سنيده رقيقه، كنأكد عليها تكون رقيقه، مع واحد الخنيشه ديال الفاني، مع قريصه ديال الملح على بدا الملحه في الحلويات باش هكا كيصحح لنا الذوق. صافي كنحاول نخدم هاد الزبده مع السكر، وكنزيد كاس ديال الزيت العبار بالكاس ديال العنبه، نفس الكاس اللي عبرتو به راه غيجيكم نفس القياسات. صافي كنحاول انني نخدم هاد الزبده مزيان مزيان مع سنيده. لا بدا هاد الخطوه مهمه بزاف في الصابلي، ما بغيتوش هاد العمليه ديروها بيديكم، ديروها في يعني في الهاشوار ولا في شي طراب حتى كنحصلوا على هاد بوماد كما كتشاهدوا. يعني الزبده كيبيض لينا اللون ديالها وكتولي لنا بحال شي كريمه. عاد من بعد كنضيفوا ليها جوج حبات ديال البيض، يعني البيض كامل. صافي ملي كنخدموه مزيان شوفوا معايا القوام كيرجع بحال شي كريمه ناعمه ملي كنخدموا داكشي مزيان. صافي من بعد كيكون عندي الدقيق، والدقيق على حسب الخليط كنغربل كيلو ديال الدقيق وكنحطو حدايا، وكنبقى كنضيف شويه بشويه. بالنسبه لخميره الحلويات عندي 4 غرام، واحد الخماره كنقسمها على جوج. صافي كنبقى هكا يعني استمر، وانا كندخل غير بشويه. وهنا خطوه مهمه بزاف، ما كندلكوش غير كنجمع، شوفوا معايا كنجمع غير برؤوس الاصابع، كنحاول غير نخلط ونجمع هكا ما كندلكوش. الا دلكتوها الصابلي كما كان، الا دلكتوه راه كيطلق لكم الزيت وما كيجيش ناجح. كما كتشوفوا راه كتجي رطبه وفتيه، يعني غير تجمع لكم الدقيق، تجمع لكم العجينه هكا ما بقاش تلصق في اليدين. صافي كنحبسو من الدقيق. صافي هنا قسمت على جوج باش غادي نحط نص ما بين جوج بلاستيكات. لا بدا ديروا البلاستيكه باش هكا تسهل عليكم الخدمه، وفاش كنجيو نهزو الصابلي ما كيعوجش لينا وما كيعذبناش. صافي كما كتشاهدوا كنحاول نطلقها بواحد الدلاك، السمك ديالها ما ترقوهاش بزاف، يكون واحد شويه غليظ. واستعملوا القطع اللي بغيتو. انا هنايا غندير هذا المدور والمربع حتى هو، فانتوما يعني الشكل اللي عجبكم. هي في الاصل كنديروها الطابع المدور، غير انا بغيت ننوع ودرت حتى الطابع المربع، وما كاينش مشكل الطابع اللي عندكم. واحد النحله جات حدا الكاميرا كنعتذر. المهم صافي كنكمل بنفس الطريقه، كنحاول انني نطبع هكا الحلوه ديالي كلها، وكنهز داك البلاستيك كامل لتحت وكنبقى نحيدها. فراه ما كتشقق ما كتعذبنا، ما حتى شي حاجه ساهله كتحيد بسهوله. يعني هذا الصابلي ناجح 100%، يعني تستعملوه لاي حلوه بغيتو. فهاد العجينه زوينه بزاف. صافي كنكمل بحال هكا. شوفوا السمك ديال الحلوه فراه ما رقيقش بزاف، لان انا ما غاديش ندير جوج طبقات، ما غاديش نركبها يعني نلصق جوج وحده فوق جوج، غندير غير وحده. يعني هكاك خليوها شي شويه غليظ. ومع ديك 4 غرام ديال الخميره فراه كيزيد نتفخ شويه. صافي كندهن الطاوه ديالي بالزيت مزيان اولا بورق الزبده، كندخلو الفران. الفران يكون قليل، ما يكونش مجهد، الفران سخون، ونقصوا العافيه وخليوه يتحمر على خاطرو باش كتجينا هاد اللوين مذهب هكا من التحت ومن الفوق، وكيجي واحد اللوين اللي هو زوين، ما كيجيناش وحده محروقه وحده باقا بيضه. شوفوا معايا اللوين غير محمر مذهب من التحت ومن الفوق بنفس التحميره. فالفران سخنوه الا كان ديال الغاز يسخن، ومن بعد نقصوا ليه العافيه مهيله، وخليو الصابلي ديالكم يطيب على خاطرو، يعني العافيه تكون متوسطه. بالنسبه للفران ديال الفران ديال الضو، يمكن لكم تشعلوا من الفوق ومن التحت، وديروا حتى هو على عافيه ديال 160 170 درجه، وخليوه يتحمر على خاطرو. صافي من بعد زينته بالشكلاط، كندوب بالشكلاط بان ماغي، شكلاط اسود اولا ابيض اللي حبيتو. من بعد كنزوقو بواحد الكركعه. فالطريقه التزيين سهله كما كتشاهدوا. هنا كملت الزين وخليته حتى هكا جمد ليا دغيا، كيجمد مع البرد الشكلاط. ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه. كيجي واحد الصابلي اللي هو بنين والشكل ديالو راقي وعنده منظر زوين، وتحطوه في المناسبات والاعياد وبالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوه. خليوا لي الاراء في التعاليق.